ملاح. شوفوا لي الوصفه تاع اليوم تدوخ في البنه. لي كورني على بالي بلي بزاف كتبغوهم وكات عليهم طلب كبير. دوك نوريهم لكم طريقه سهله مقرمشين وبواحد لافارس على بالي بلي راح تعجبكم. القرماشه والحشو ما نطولش عليكم نروحوا للوصفه. عندنا 4 كيلات تاع الفرينه مع رشه تاع الملح. الكيله اللي عبرنا فيها الفرينه نعبروا بها المارغرين. نعاودوا نروحوا نحكموا المارغرين ولا الزبده. انا استعملت هذه تاع غاتو ماكس، قلت لكم الكاليتي تاعها شابه وخاليه من الزيوت المهدرجه ونباتيه 100%. وانا نحس الغاتو فيه اون ديغيكم تخدموا فيه بالزبده ماشي بالمارغرين. نزيدوا عليها هنا فهمتكم بالعبر تاع المارغرين. من بعد نروحوا نزيدوا 2 مغارف تاع سكر كلاص، 2 مغارف تاع الكاوكاو محمص ومطحون، 2 مغارف تاع الجرجلان. هاد المكونات هنايا نخلطوهم كاع مع بعض. نزيد عليهم قلت لكم 2 مغارف تاع كاوكاو محمص ومطحون، 2 مغارف تاع الجرجلان محمص ومطحون كما راكم تشوفوا، ولا حب كيما هكا غير تحمصوه شويه. ديجا الجرجلان الكو تاعه كيكونوا حبات خير انه ينطحن. من بعد نروحوا نجيبوا العبر تاع هذه في لاباط، نروحوا نجيبوا العبر تاع المارغرين. المارغرين انا استعملت قلت لكم هذه تاع غاتو ماكس، درت 125 غرام في هذاك العبر، ذوبتها خرجت لي ناقصه صباع. هذاك الصباع اللي جاني ناقص زدته زيت، تما بول ولا العبر ناقص صباع زيدوه زيت، بسوها هنا مليح. عاودوا جيبوا داك العبر نفسه ديروه ما وما زهر وبدو تلموا فيها حتى تحصلوا على باط. عجنوها شويه هكا مليح بين يديكم وخلوها تريح واحد ربع ساعه ولا حتى 20 دقيقه حتى نص ساعه معليش، وما ريحه تجي شابه. المهم سيوبه تعجنوها هنايا مليحه. نروحوا نوجدوا الحشوه. الحشوه انا نبغي هذه تجيني هايله بزاف. 2 مغارف تاع حلوه الترك، 2 مغارف تاع البان دو بيس، 2 مغارف تاع الفيوتين، و2 مغارف تاع الكاوكاو محمص ومطحون ولا اي نوع تاع مكسرات. لموهم بالكراميل. اللي بغات تلمهم بالعسل تلمهم، مي انا نبغي بالذوق تاع الكراميل فيهم هكا مع يكونوا مقليين ومعسلين تجي بنينه. وثاني ما تخافوش الحلاوه تاعها حلوه الترك هي تقاسي لكم الحلاوه. اللي بغات ديروا كونفيتور تنجموا ديروا كونفيتور. من بعد نروح نخدم هذوك لي كورني. لي كورني هنايا لاباط انا قلت لكم قسمتها على زوج خليتها تريح. من بعد نحلوها رقوها غايه. دوك نوريكم السمك اللي تخلوه. من بعد هنا عندكم انا خدمت بليمون الكورنيات الصغار باه واحد كي ياكل حبه ينجم يكملها ما ينقهمش. اللي بغات تخدم بلي كورني الكبار لكم الاختيار. المهم كاين 2 طرق. وحده الاولى شوفوا لي القوام الغول تاعها، هادو اللي خدمت بهم انا. تنجموا تجيبوا سيرسو ولا مدور طابع مدور، هذاك تخدموا به شغل تقطعوا الحبه كيما هكا بالطابع وديروها على المول وتلصقوا بياض البيض. يعني كون ما ديروش بياض البيض تنحل لكم. الطريقه الثانيه هي انكم تخدموا بالجهه. دوك نوريكم هكا تعبروا وتروحوا بجهه كيما هكا وتقطعوا وتمسحوا ببياض البيض وتبلعوا الحب. تكملوهم كاع كيما هكا. تكونوا محمين الزيت مليح. من بعد تنقصوه ديروهم ينقلوا على نار ناقصه. ما غاديش يشربوا لكم الزيت بصح الزيت تحموه غايه. من بعد تنقصوه يطيبوا لكم من الداخل، ما يجيكمش غير طبقه من فوق حمراء من الداخل معجنه، يطيبوكم مقرمشين. هذا هو الشكل تاعهم. من بعد نروحوا نعسلوهم. من بعد هنايا شوفوا لي هما يكونوا ديجا حامين. العسل تبغوا تحموه لكم الاختيار. من بعد نعسلوهم هنا ونرشوا عليهم شويه تاع الجرجلان هكا. من بعد نفخصوهم. هذيك لافارس اللي خدمناها ولميناها بالكراميل نديروها في بوش ونبداو نعمروا فيها. شوفوا لي. من بعد نغطسوهم في الكاوكاو ونحطوهم نكملوهم كاع بهذا المبدا. تبغوا ديروا لهم هنايا داك البابي تاع لي جاك الدانتيل تبغوا ديروا لهم هذا وتبلعوهم هذاك لي زاطاج لكم الاختيار. انا خليتهم هكا. وشوفوا لي القرمشه والبنه ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم.